5 ممثلات قمر، بس مالهمش في التمثيل ابدا. بصوا بقى عشان نكون واضحين، السلسلة دي طويلة، فهنبدأ من القديم للجديد. يعني أنا هذكر 5 قدام، بعد كده 5 أحدث، بعد كده 5 هكذا. يعني هنمشي بالسلسلة حبة حبة، اتفقنا؟ ويا ريت تكتبولي في الكومنتات مين الممثلة اللي أمورة جدا بس متعرفش تمثل. أول ممثلة، وده لا ينفي إن أنا بحبها جدا، بس هي بجد مكانتش بتعرف تمثل أبدا، وكانت بتعتمد على، للأسف يعني، السهوكة. أول واحدة هي ماجدة. ماجدة قدمت قضايا مهمة جدا، عملت أفلام قوية جدا كتقديم قضية وكفكرة وحاجات كتيرة جدا، لكن تمثيلها بارد، وبنفس الطريقة بنفس طريقة الكلام ونفس السهوكة ونفس المحن. فكل ما أشوفها بتضايق، لأن قضايا زي كده المفروض كانت تتقدم بشكل أحلى من كده. عشان كده أنا ما بحبش تمثيل ماجدة، مع إني بحبها جدا. تاني ممثلة عبارة عن لوحة، يعني تقعد تتأمل في جمالها، سبحان من صور وأبدع وخلق الجمال ده، هي الفنانة ليلى فوزي. ليلى فوزي كان جمالها يعني بيتحكى بيه، كانت موصوفة بصوفيا لورن العرب من كتر ما هي كانت جميلة جدا. لكن للأسف لو اتفرجتوا على أعمالها هتلاقوا تمثيلها نفس الطريقة، نفس الأفورة، نفس الطريقة اللي هي بتاعت الحواجب. فكانت معتمدة بشكل كامل في التمثيل على جمالها. تالت ممثلة هي الممثلة ليلى شعير. ليلى شعير عملت أعمال كتيرة وكانت بتعتمد على جمالها، مع أن تمثيلها رخم جدا، يعني مفيش أرخم من كده بجد تمثيل. أتمنى إن أنا متضربش بعد اللي أنا هقوله ده، بس بجد نادية الجندي تمثيلها وحش جدا. يعني هي كانت معتمدة أول حاجة على شكلها أو إثارتها، تاني حاجة معتمدة على الواسطة، تالت حاجة معتمدة على مش عارف ايه. ما هو بجد تمثيلها وحش قوي، ازاي اتلقبت بنجمة الجماهير وهي تمثيلها وحش كده؟ أخيرا الممثلة أمال فريد اللي طلعت مع عبد الحليم في فيلم فتى أحلامي، برضو كانت معتمدة على جمالها لكن تمثيلها صفر. طبعا دول شوية قدام، بعد كده هندخل على الجديد بقى، وانتوا عارفين مين الجديد ها؟